هنعمل النهاردة بسكوت البرتقال بالنشادر. هنجهز المقادير. أول حاجة 10 بيضات فتحهم كده ونحط عليهم فانيليا، ونجهز الحاجة كده عشان تبقى كل حاجة جاهزة جنبنا واحنا بنشتغل. 10 بيضات، انتي بقى عايزة تزودي تخليهم 12 تخليهم 15، يعني في ناس بتحط للكيلو 5، في ناس بتحط 4. انا حطيت النهاردة لل3 كيلو حطيت لهم 10 بيضات، لان انا هعمل 3 كيلو بسكوت برتقال. طبعا قطعنا البرتقال وشدنا بذره الاول وضربناه في الخلاط وصفيناه، ونيجي بقى نشوف المقادير. ادي كيس سكر كيلو، حطيت لل3 كيلو كيس سكر وكوباية سكر كمان. انا بقى ما حطيتش سكر بودر لان لقيت السكر ناعم وابيض وحلو كده، اشتغلت بيه على طول. حطيت كيس سكر وكوباية سكر كمان وكيلو سمنة او زبدة الموجودة عندك، سمنة حلوة زبدة حلوة، المهم الموجود عندك، وربنا بيحل كل حاجة والله. ونشتغل بقى بالمضرب، نضرب بالمضرب كده. لو ما عندكيش مضرب يا حبيبة قلبي في الخلاط، ما عندكيش مثلا كده بإيدك، بس هتفضلي تضربي في السكر بالسمنة بالمضرب كده مش أقل من 7 دقايق لغاية ما السكر ما يبقالوش أثر. هنفضل نضرب كده لغاية ما السكر خلاص يدوب خالص مع السمنة أو الزبدة، وتحس إن الحاجة قدامك كريمة كده زي الكريمة كده. تحطي إيدك على السكر ما تلاقيش سكر. نضيف البيض بقى بيضة بيضة كده واحنا شغالين بالمضرب برضه. الضرب ده كل ما تضربي في العجينة كل ما يديلك بسكوتة خفيفة. إيه اللي بيخلي البسكوتة معاكي خفيفة والبسكوتة مكتومة؟ لو ما ضربتيش السكر بالسمن حلو كده وخليتيه زي الكريمة خفيف كده، ما هتبقاش البسكوتة معاكي خفيفة. كل ما تضربي في الحاجة وتدوبي فيها وتطلع معاكي زي الكريمة كده، كل ما تديلك بسكوتة خفيفة وجميلة جدا 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 إن شاء الله. نفضل نضرب لما تبقى معانا العجينة كريمة بالبيض بقى، حطينا البيض ونضرب برضه. نفضل نضرب ونلم العجينة حلوة على بعضها كده لغاية ما تتضاعف معاكي الكمية زي ما انت شايفة كده. نضيف كوباية زيت، أنا هنا ضفت كوباية زيت، يبقى حطيت كيلو سمن أو كيلو زبدة وضربتهم مع بعض حلو جدا، وحطيت البيض في الآخر خالص. وأنا خلاص بخلص ضرب الحاجة بحط كوباية الزيت، بضيف كوباية زيت. كوباية الزيت دي بتدي هشاشة حلوة جدا للبسكوتة معاكي، بتخليها تقرش وحلو. هنا بقى نضيف الدقيق واحدة واحدة، ما تكبيش الدقيق كله مرة واحدة عشان ما يكلكعش معاكي كده، فبتبقى خفيفة معاكي الحاجة وبتلميها براحتك. كده كده البسكوت ما بيحتاجش عجن، مسافة ما لميتي العجين الدقيق بالسكر بالسمن خلاص، لأن عشان ما عملش معاكي عرق. بسكوت بالزيت بيتلم لم. دي معلقة بودر بيكنج باودر حطيناها على الدقيق، لأن احنا هنحط معلقة بودر ومعلقة نشادر. معلقة النشادر هندوبها في كوباية عصير البرتقال اللي احنا عاملينه. هنشوف الدقيق هياخد معانا كام كوباية عصير، لأن مش كل الدقيق زي بعضه. في دقيق ممكن ياخد منك كوبايتين 2 ل3 كيلو، ممكن ياخد ال3، ممكن يعوز كمان كوباية. فالدقيق بيختلف من نوع لنوع. احنا هنا بنضيف الدقيق واحدة واحدة كده ونلم علشان ما يكلكعش معاكي. لم حلو كده ان شاء الله. احنا كده خلصنا ال3 كيلو دقيق حطيناهم. هناخد كوباية عصير برتقال من اللي احنا عملنا ضربينه بقشره في الخلاط. برتقال شلنا البذر وضربناه، حطينا معلقة نشادر بقى على الكوباية، على كوباية عصير من اللي احنا عاملينه. ضربين البرتقال ده بقشره، بعدين صفناه على المصفى. خدنا كوباية في الأول علشان نشوف هيحتاج قد ايه، مش هنروح حاطين العصير كله مرة واحدة. لا، خدنا كوباية دوبنا فيها معلقة النشادر ونلم كده زي ما احنا شايفين لغاية ما نشوف العجينة في ايدينا. عايزة تاني ضفت كمان كوباية وهلم برضو. لو عوزت تاني هضيف تاني، بس علشان خاطر انا متحكمة وحطيت كمان كوباية. يبقى كده ال3 كيلو دقيق اخدوا مني 3 كوبايات عصير برتقال. لكل كيلو كوباية. فاحنا اتفقنا ان الدقيق بيختلف من نوع لنوع. يبقى بالراحة كده ونحط حاجة واحدة في واحدة. شفت البسكوت ما بيتعجنش ازاي؟ بنلم كده
هناخد بقى حتة منه كده، نحط عليها معلقتين كاكاو عشان عايزين يبقى فيه بسكوت بني، ونشكل بسكوت ابيض وبسكوت بني وبسكوت مختلط بني على ابيض. هنشوف كده ونعجن، نلم دي كده حلو، نلمهم بمعلقتين الكاكاو اللي حطيناهم او 3 يعني لغايه ما يبقى لون معاكي، لون العجينه بنفس اللون ده. تحطي معلقتين، تحطي 3 لغايه ما يبقى معاكي اللون ده. لمي كده وتحطي بقى كل عجينه في كيس عشان ما تنشفش منك وتفضل محتفظه. بتحطي الابيض في كيس، ونركب المكنه بتاعت مامتنا وجداتنا، والمكانات اللي بتحسسك بالعيد وشغل العيد، والاطفال يبقوا يتخانقوا، ده عايز يشغل المكنه وده عايز يشغل المكنه، ونعص اهم حاجه الصينيه تتعزت حلو. ونجيب بقى حته بني كده على حته ابيض ونحطها في المكنه، وهتطلع بسكوته شكلها رائع. وعايزه اقول لك، عايزه تحافظي على البسكوت مده اطول، غلفي الكرتونه او العلبه اللي هتحطي فيها البسكوت، غلفيها بسلوفان، وبرضه غطي كمان البسكوت بسلوفان. يقعد معاكي لو قعد 6 شهور هيفضل لاخر بسكوته تقرش معاكي. شوف لون البسكوته طلع حلو ازاي، عشان حطينا حته ابيض على حته بني. ده جميل، لونه حلو ازاي. ولا هتحس ان البسكوته خفيفه معاكي وجميله. ليه؟ لانك ضربت السكر بالسمن كويس جدا. كل ما تضربيه كل ما تديك البسكوته خفيفه، واتفقنا على كده. شوف شكل البسكوته طالع من المكنه جميل ازاي. واما تسويه بقى هتشيلي البسكوته كده ما تحسش بيها، خفيفه جدا. بس اهم حاجه المقادير اللي انا قلت عليها، وتعصي الصينيه زيت قبل ما ترصي فيها البسكوت عشان ما يلزقش منك. وهتسويه على درجه حراره 180، وبيقعد الصينيه بتقعد في الفرن حوالي تلت ساعه، 25 دقيقه 20 دقيقه، وتلاقي استوى. احنا حطينا في الفرن على درجه حراره 180 او 170، وطلع بالشكل ده كده. وكل سنه وانتم طيبين.